السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل لكم وصفة مش انا اللي هعملها لكم من ايد بنتي ياسمينة. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تشجعوها تنزل لكم فيديوهات. لازم تطلع شاطرة شكل امها وتشجعوا اولادكم من سهولة الفيديو بتاع النهاردة. بنتي هي اللي هتعمله. النهاردة هنعمل لكم طريقة الحلاوة الطحينية. الحلاوة الطحينية سهلة جدا جدا. ياسمين بتقول لكم باي باي وما تنسوش اللايك ليها عشان تشجعوها. النهارده هي قررت هي اللي هتعمل الحلاوه الطحينيه بايديها الحلوين دول. الوصفات معانا كوبايه لبن بودره، معايا كوبايه سكر بودره، وكوبايه طحينه. معايا بقى ريحه الفانيليا، بودره فانيليا، ومعايا ريحه البندق. دمت اختياري، ممكن ما عندكش ريحه البندق مش مشكله، ممكن تحطي الفانيليا كفايه. إيه برضو معانا كمان الشوكولاته دي، شوكولاته كانت سايحه. شوكولاته اللي هي الصلبه وعاملاها في لبن. تمام. وبتبقى عندي كده نيوتيلا بحطها في التلاجة للأولاد. ما عندكش شوكولاتة ممكن تستبدليها بمعلقة كاكاو. مش عايزة كاكاو ومش عايزة شوكولاتة وعايزاها سادة، اختياري برضو. معايا كوباية اللبن البودرة. اللبن البودرة ده بيجي من عند العطار. معايا كوباية سكر بودرة برضو، المعيارات كلها واحدة. ومعايا كوب الطحينة، بحط عليه رشة فانيليا. سوري هي اللي بتحط. طبعا هي حطت الطحينة بس مش بتدلقها كلها، هي بتحط شوية بشوية وتقلب فيهم علشان تتجانس كلها مع بعضها وتبقى صلبة ما تبقاش طرية. تمام. هي ما شاء الله عليها وهي متشجعة لأنها هي مش أول مرة تعملها، دي تاني مرة. وبعدين الأولاد لما بيعملوكي بتعملي حاجة من قلب البيت بياكلوها. أنا عندي أولادي لما بشتري حاجة من بره والله والله مش بيقربوا لها وبتترمى عندي. يعني المربى والحاجات دي أنا لما بشتريها ما بيقربوا لهاش، لما بعملها هما بياكلوها. عندي برضو الحلاوة ديت جميلة جدا 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 وما بتفرقش حاجة عن اللي بتتباع بره. بالعكس ده طعم وريحة وحلاوة ما اقولكش عليها، اصلية بجد. طبعا هي قعدت تقلب فيها كده لحد ما بقت عاملة زي حبات الرمل. شوفوا عاملة ازاي. هي هتحط كمان معلقتين 3 شوكولاتة لان هما بيحبوها مختلطة بالشوكولاتة شوية او بالنيوتيلا. هي كانت عملتها قبل كده طبعا وحطت كاكاو بدل بدل النيوتيلا، وكانت جميلة برضو ما بتختلفش في اي حاجة. هي بتحط النيوتيلا عشان تديلها طعم، النيوتيلا يبقى فيه في الحلاوة واللون بتاعها. بصراحة دي أسهل طريقة وحلوة جدا في السندوتشات بتاع الأولاد، ولو هتفطروا منها الأولاد هتفطر منها. جميلة جدا جدا، اللون بتاعها تحفة، الريحة روعة. هي حطت بعد ما عجنتها حطت إيه، رشة ريح البندق. طبعا بتحطها في علبة، العلبة دي لها غطا علشان لما تيجي تحطها في التلاجة تحط لها عليها تبرشميها كويس. العلبة تكون مغسولة ومتنشفة كويس، ما يكونش مكانها مية. طبعا اسيل جنبها وعمالة تنافسها وتقول لها انا هعمل. هي خلصتها بالشكل ده وبتكبسها في الطبق او في العلبة بتاعت الحلاوة. بتقول لكم ما تنسوش اللايك واسيل كمان. دعوة حلوة من قلبكم لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة، وما تنسوش تشجعوها. وهي عايزة تقول لكم كلمتين. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس تجيب الفيديو ده 200,000 لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبحبكم في الله.